إزاي تقدر تحمي نفسك من دماغك ومن التوجيه التلقائي للاوعي؟ حاول تفصل العاطفة والمشاعر قبل ما تقرر تشتري، واسأل نفسك هل أنا فعلا محتاج المنتج ده ولا ده حماس مؤقت؟ ما تشتريش على طول أو تحت ضغط، ادي نفسك وقت تفكر، ولو قررت تشتري خد 10 دقايق كده تراجع فيها الأسعار في أماكن تانية وتشوف تقييمات الناس اللي اشترت المنتج ده قبل كده. حتى لو هتشتري في يوم تاني احسبها كويس، هل قيمة المنتج تستاهل فعلا اللي انت هتدفعه؟ وهل انت فعلا محتاج المنتج ده؟ اقرا التفاصيل اللي بتكون مكتوبة بخط صغير جوه العرض. خلي عندك وعي ان الاعلان معمول عشان يقنعك تشتري ومش بيقدم الحقيقة الكاملة. وانت رايح السوبر ماركت اعمل قائمة مشتريات والتزم بيها واتفق مع مراتك على كده. حاول تعرف دماغك بتحب ايه وافهم بتشتغل ازاي عشان تعرف تحميها. الهدف في النهاية مش إنك تبطل تشتري، ولكن تشتري بعقلك مش عواطفك. ولما يعجبك عرض المرة الجاية اقف واسأل نفسك هو أنا فعلا عايزه ولا هما اللي عايزين نشتريه؟ حاول تفهم اللعبة عشان تعرف تلعبها، والقرار في النهاية يكون قرارك أنت فعلا.